مش رح تصدقوا كيف لاعب الجزائر بولبينا انهى قصة اقوى مشجع للكونغو ب7 دقايق بس. افريقيا كان في صورة علقت ببال الكل، مشجع كونغولي واقف ايديه مرفوعين وصامد ما بيتحرك ابدا، وبيبقى بهالوضعية عم يشجع منتخب بلاده لمدة 90 دقيقة بكل مباراة، يعني لاخر نفس من دون ما يمل او حتى يتعب. هالوقفة ما كانت مجرد تشجيع كروي، كانت رمز مقاومة وتحية لاول رئيس وزراء كونغولي تم اغتياله، لحظة تخطت حدود الكرة وحملت معها تاريخ شعب كامل. لكن القصة ما كملت، اجا بولبينا وقال كلمته، دخل كبديل بالدقيقة 113 وبالدقيقة 119 وقبل ثواني من ركلات الترجيح أطلق هدف خرافي على طريقة الأساطير. هدف واحد أحيا 50 مليون جزائري وقتل آمال 100 مليون كونغولي، ولأنه سيناريو أقسى من أي قدرة على التحمل سقط المشجع الشهير أخيرا، وحرفيا مات مشجع الكونغو واقفا بعد هدف قاتل من الجزائر ما بينتسى، لحتى تكمل الجزائر طريقها لربع النهائي وتواجه نيجيريا بذكريات 2019. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، وعينها على هدف واحد ووحيد وهو اللقب.